عايزة شكلها يبقى حلو وكويس. إيه المشكلة؟ وبقت مع الوقت تتهرب من مكالماتها مع بابا، مرة ترد ومرة لأ، ومرة هو يكلمني ويطلب يكلمها تقولي قوليله إني نايمة. في الوقت ده كنت أنا في ثانوية عامة، وطبعا لأن الثانوية بتحتاج فلوس كتير رجعنا نتزنق تاني ونحتاج فلوس. كلمت بابا وفهمته: بابا، انت عارف ان انا في ثانوية عامة، يعني محتاجة دروس، ابعت لي فلوس بقى عشان اعرف اجيب مجموع. يا حبيبتي، ما اللي بقدر عليه بعمله، وعشان خاطرك هاجي على نفسي وابعت لك فلوس الدرس اللي انت عايزاه. هي مامتك فين؟ ماما نايمة. ايه ده يا عبد العزيز، انت هتزود لها الفلوس بجد؟ بصراحة مش عارف، نهال بطلت ترد عليا، وبقيت احس انها تتجنب تكلمني. انا حاسس انهم بعدوا عني قوي. ما احنا لما هنشتغل مع بعض ونعمل مشروع، ما انت هتنزل هناك وهتقعد معاهم طول الوقت. ايوه بس هما الوقت محتاجين لي. بس انت عندك حق برضو، بكرة نتجمع كلنا ونبقى عندنا مشروع كبير نعيش منه. وكفاية بقى غربة لحد كده. وفعلا بابا بعت لي تمن درس واحد وبالعافية، والباقي ماما هي اللي كانت بتدفعه. وعدت الأيام وماما بطلت ترد أو تتكلم مع بابا نهائي، وقفلت تليفونها فترة. بعدها غيرت رقمها وقالت لي قولي له إن تليفوني بايظ، وأما يطلب يكلمني قولي له أي حجة، قولي له إني باخد علاج بينيمني. وعدى وقت عبد العزيز غير السكن اللي هو قاعد فيه، غير إن هو غير تليفونه لأن تليفونه الأولاني ضاع، فجاب رقم جديد. وفي مرة كنت نازلة رايحة الدرس، خرجت وقفلت الباب. بعدها افتكرت إني نسيت الكتاب، رجعت تاني وفتحت الباب وسمعت ماما بتتكلم في التليفون، بتكلم واحد، يمكن بتكلم بابا. سمعتها بتقول اسمه أمجد. يعني إيه؟ يعني ماما بتخون بابا وبتعرف عليه واحد وبيتكلموا وبيهزروا وبيضحكوا كده عادي؟ أتصرف إزاي؟ أقول لبابا ولا أعمل إيه؟ وفضلت واقفة أفكر، وفي الآخر ما عملتش حاجة. خدت الكتاب ونزلت وقلت لازم أفكر قبل ما أتصرف. وما كنتش مركزة غير في الموضوع ده، لدرجة إني رجعت بالليل قعدت أفكر للصبح